السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي أكل وتحلاية مع أم وليد. اليوم إن شاء الله بدي أعمل أنا وياكم حلو معروف مشهور كثير ومحبوب كثير في أغلب البيوت، ومقاديره إن شاء الله إنها اقتصادية وما بتكلف كثير. بدنا نعمل اليوم الهريسة المنزلية، أكلة فلسطينية أو عربية معروفة بكل البلدان ومحبوبة جدا وطريقتها سهلة. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسونا من الاشتراك ومن اللايك وتفعيل الجرس. بدنا نبلش سوا. بسم الله وعلى بركة الله. عندي هون أنا في وعاء عميق رح أجيب السميد. طبعا بداية بدي أحب أحكي لكم الصورة اللي أنتم شايفينها هي عبارة عن مقدار ونص، بس أنا رح أكتب في صندوق الوصف ورح أحكي لكم مقدار الواحد فقط. عندي هون 4 كاسات من السميد الوسط، بدي أحط عليهم 3/4 الكوب من السميد الخشن. حطيت عندي نصف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، كوب من السكر الحبيبات، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وحركتهم مع بعضهم مزبوط. عندي هون 4 معالق من السمنة البلدية، 4 معالق كبار طبعا، بتقدري تنقصي منهم وتضيفي بدالهم زيت نباتي، يعني مثلا معلقتين سمنة ومعلقتين زيت نباتي. بحطهم على النواشف اللي عنا وبخلطهم مزبوط حتى تتغلف كل حبات السميد بالسمنة الموجودة. عندي هون ربع معلقة حطيتها أنا من بودرة الزعفران حتى بس تعطينا لون. ممكن تحطي شيء بسيط من الكركم برضو ممكن، مع إنها السمنة البلدية بتعطي صفار. بعدين جبت كوبين من اللبن الزبادي بحرارة المطبخ وحطيتهم على النواشف اللي عنا وخلطتهم. طبعا كانوا طريات زي ما انتم شايفين وبلتصقوا بالإيد. راح أحطهم يرتاحوا لمدة 2 ساعات حتى السميدة تشرب كل المكونات. هون كان الوضع تمام بعد 2 ساعات زي ما انتم شايفين. نشفت عندي السميد. جبت هون صينية مقاس 40 في 35. طبعا تقدري تستعمليها بمقاس 40 في 25 أو صينية أصغر يعني حجمها أصغر. حطيت عليها معلقة من السمنة البلدية وفردتها فيها، ورجعت حطيت شوية قطر حتى تعطي لون لأسفل الصينية. دهنتها بقطر بسيط خفيف، وهيك فردتها عندي بالصينية بالسمك اللي انت بتحبيه. وبهاي الأثناء أنا شغلت الفرن على درجة حرارة تقريبا 190 درجة مئوية، وبدي أحط صينيتنا على آخر رف من تحت، مش على صاجة الفرن، على الرف اللي أعلى من صاجة الفرن. وقطعتها بالحجم اللي انت بتحبيه والحجم اللي بناسبك. أنا قطعتها مربعات صغيرة. طبعا حتى لو عملتيها بصينية دائرية بتقدري تقطعيها باللي انت بدك اياه او بالشكل اللي بدك اياه. عندي هون لوز انصاف. في ناس تحكي انه بتحبي تنقعيه في مي لمدة ساعة حتى ما يحترق بزبط، بس انا ما بنقعه والحمد لله ما بيحترق معي. حطيته فردته على الصينية هون زي ما انتم شايفين، وبرجع بدهن وجهها بالقطر. القطر بيعطي لون تحمير حلو، إن كان لأسفل الصينية ولا لوجه الصينية، أي صينية كانت. بعد ما حطيتها بالفرن المسخن مسبقا زي ما أنا حكيت لكم، كانت عندي النتيجة هيك. أضفت لها القطر عبارة عن 3 أكواب من السكر، عليه كوبين من المية بس داب عندي السكر. حطيت عليهم عصرة من الليمون وتركتهم يغلوا تقريبا لمدة ربع ساعة. وبعدين القطر كان بارد والصينية سخنة وأضفت القطر عليها. النكهة والطعم والريحة ولا أطيب من هيك. جربوها وأكيد راح تعجبكم إن شاء الله تعالى. الله يديم علينا نعمته ويطعم كل مشتهي، ولا أطيب من هيك وصحتين وعوافي.